مما جعله يغرق في يأس عميق وإحباط. وانتظر الجيش الإنجليزي وحصن قلعته، لكنه قرر الانسحاب والاحتماء في داخل القلعة، بالرغم من أن نبوءات الساحرات تضمن له الحصانة والمناعة. وأصيب بالرعب والذعر عندما علم أن الجنود الإنجليز يتقدمون وهم يحملون أغصان من غابة برنام حتى يعثر على أعدائهم تقدير عددهم. وهكذا تحركت غابة برنام في طريقها إلى القلعة، محققة نصف نبوءات الساحرات. وفي المعركة قاتل ماكبث بعنف، لكن القوات الإنجليزية طغت تدريجيا على جيشه. وأثناء المعركة واجه ماكبث ماكدوف. قال له ماكبث أن لا يتعب نفسه، فلا يوجد رجل ولد من امرأة يقدر على أذيته. فأعلن له ماكدوف حينها أن أمه لم تلد ولادة طبيعية كباقي النساء، بل انتزعوه من